السلام عليكم. لكل الناس اللي عندها عقدة من تنظيف وقلب المنبار، الفيديو ده ليكم. في دقايق معدودة مهما كانت كمية المنبار عندك ولو حتى 20 كيلو، في دقايق معدودة فعلا هتلاقي عندك المنبار مقلوب في ثواني. تابعي معايا وشوفي كويس انا هعمل ايه دلوقتي، وهمشي معاكي بالراحه خالص. اول حاجه معايا المنبار كده، ومعايا عصايه رفيعه من اللي هي الخشب دي، عندي كده قديمه مش بستخدمها، عاملاها خصوصا للحركه دي. بجيب عندي طرف المنبار، ركزوا بقى في الحته دي، وبقوم ساندة عندي المعلقه على الحوض كده، وهدخل بس طرف المنبار، وبعد كده اقوم جايه ايه، زي ما انتوا شايفين كده، ادخل كل المنبار معايا. حتى لو المنبار طويل معاكي، بصي هيكون معاكي بالشكل ده. بعد كده هتشدي بقى المنبار زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقيه اتقلب معاكم في ثواني. وهنشده كده من المعلقة الخشب بالراحة خالص زي ما احنا شايفين. ويفضل كمان اني اشيل المعلقة خالص علشان خاطر يتشد معايا بكل سهولة. بصوا مجرد ما اتقلب معايا، ومجرد ما حطيته في المعلقة ووصلت للطرف التاني، خلاص ما لقيتهوش، لقيته اتقلب معايا في دقايق. يعني شايفين الكمية دي ما شاء الله من مرة واحدة، هي قلبت منبار واحدة. كمان واحدة بقى وهنكررها مع بعض علشان توصل يعني. شايفين ما شاء الله عندي الكمية حلوة اهي. بصوا هجيب المعلقة وهمسك طرف المنبار، ركزوا في الحتة دي. بصوا انا هعمل ايه، هدخل المعلقة يا دوبك اسيب 5 سنتي كده، وادخل المعلقة وابدأ اقلب معايا بقى. المعلقة معايا انا سندها كده على طرف الحوض، وبدخل بشد بقى، بيدخل معايا في ثواني في ثواني. بصوا بقى ما شاء الله الكمية اللي دخلت قد ايه في المعلقة. ووصلت كده لايه، لبداية الحتة اللي انا قلبتها. بس بشيل المعلقة وبقوم جاية ايه، مطلعاها كده قلبها في ثواني في ثواني، حتى مش في دقايق. بصوا ما شاء الله في ثواني كان معايا برضو الكمية دي. بصوا يعني، بصوا بقى يعني المعاناة اللي كنا بنعانيها في قلب المنبار ده كان مسبب لي عقدة الحقيقة. ولغاية ما شفت الطريقة دي، الله يبارك لها، اللي انا فعلا اكتسبت منها الطريقة دي. ريحتني جدا، ما بقتش احمل هم ابدا لقلب المنبار. في ثواني بيتقلب معايا. كنت بعاني الحقيقة، ولكن الفكرة ديت انا اخدتها من واحدة ربنا يبارك لها يعني، ويجعله في ميزان حسناتها، وحبيت اني افيدكم بيها برضو. بصوا بقى في ثواني اشيل المعلقة واشد، خلاص اتقلب معايا المنبار في ثواني. واحدة كمان علشان خاطر يعني تتأكدوا من الطريقة. في ثواني برضو 5 سنتي دخلتها في طرفها كده، وابدأ ازق كل المنبار اللي عندي. شوفوا بقى مهما كانت الكمية عندك ما تحمليش اي هم ابدا ابدا. عندي بس ايه اللي هي بقى بالنسبة لتنظيف المنبار بقى بعد ما قلبته دي، علشان ما اطولش عليكم. يعني ما مرضتش اجيب بقى ازاي انا بنضفه، بس هو في طرق كتير بيجيبوها، ولكن الحقيقة انا جربت طرق كتير جدا وما ارتحتش غير للتنظيف بالكحت بالسكينة. الحقيقة يعني بجيب اللي هي البلانشيتا او القطاعة بتاعة اللحمة دي، وبحط عليها بقى الممبار بتاعي واجرد بقى بالسكينة دي. بالنسبة لي احسن وانضف طريقة، لاني جربت كذا طريقة قبل كده، اللي هو تقولك بجلدة الانبوبة، او اللي هي بالهراسة بتاعة الفول، او اي طريقة تانية. برضو بتحتاجي انك تعيدي عليها تاني بالسكينة زيادة تنظيف. فليه بقى باخدها بقى من الاول جرد كده بالسكينة، ودي احسن وانضف واسرع طريقة على فكرة كمان.
انا جربتها وارتحت معاها، في ثواني برضو بتكون عندك جاهز. فدي بالنسبة لي كانت طريقة حلوة قوي. تقدري بقى تشيلي الزيادات بتاعة الدهون ديت لو انت برضو ما بتحبيش فيها دهون كتير، او هي بتسيح لو هي معاكي نظيفة، ما تحمليش هم. هي كده كده بتسيح وبتطلع على الوش وانت بتسوي الممبار. لو هي نظيفة سيبيها تمام. لو